تعالوا بقى شوفوا الحواوشي عامل ازاي. ده حواوشي نباتي صيامي بالفول الصويا. طبعا انا قرمشته، بحبه مقرمش بصراحة. تعالوا كده ندوق واقول لكم رأيي فيه. جبت كمان دي حاجة كوري. سألت عليها قالوا لي ان هي عبارة عن كرومب مخلل. فتعالوا بالمرة ندوقه مع بعضينا واقول لكم رأيي فيه، لان كذا حد قال لي دوقيه قدامنا وقولي لنا، او دوقيه وقولي لنا رأيك فيه ايه. هو مكتوب عليه ان هو جلوتين فري، مكتوب ان هو تبع الكيتو لو حد عمل كيتو دايت، وكمان اللي هو الكوشر. يعني اللي هو حلال وكده، عشان الناس اللي بتدور على حاجة حلال. فده النوع ده انا جبته من وول مارت. مكتوب عليه كمان ان هو لو صوديوم. فيعني في كل حاجة كويسة. في ناس قالوا لي ان انا لو اكلته ودقته هحبه. وفي ناس قالوا ان هو مشطشط. فتعالوا كده ندوق ده مع ده ونشوف الدنيا. تعالوا كده نفتح. في ناس قالوا لي ريحته صعبة مش هتحبيها، في ناس قالوا لي هتحبيه ولو دقتيها هتاكليه كتير، فهنشوف يعني مع بعضين. شم كده. لا، ريحته حلوة على فكرة، مقبولة. يعني كرومب مش حاجة. تعالوا كده ناخد هنا. انا مش عارفة بقى ده سبايسي ولا ايه. كان في واحد مكتوب عليه سبايسي. بصراحة انا مرضتش اجيب السبايسي جامد يعني، فمش عارفة. بس ده فيه نقط حمرا كتير زي ما انتم شايفين. بس مش عارفة سبايسي ولا ايه. هندوق كده مع بعضنا ونشوف. يعني هو مش مكتوب عليه ان هو سبايسي، ده اوريجينال. لكن التاني كان مكتوب عليه سبايسي، يعني صريحة يعني. فتعالوا نشوف. مم. بصوا، هو مش مكتوب عليه سبايسي، بس هو فيه نسبة شطة، يعني فيه نسبة بس خفيفة، مش التقيلة قوي، مش السبايسي الصعب يعني. فلو في حد ما بيحبش السبايسي زيي او الحاجات المشطشطة عشان بيتعب ومعدته وكده، ممكن تجيبوا اللي هو الاوريجينال ده. ولو جبتوه كلوه مع حاجة، لكن مش ينفع يتاكل لوحده. بصراحة انا بالنسبة لي برضو الشطة، انا ما بحبش الشطة اصلا. بس بالنسبة لي طعمه حلو، يعني شطته مش تقيلة قوي. في ناس طبعا ما بتحبش الشطة خالص فمش هتستحمله. لكن بصوا، طعمه فعلا حلو، فيه يعني لذعة كده، مخلل كده، جميل بصراحة. تعالوا كده ناكل معاه. بصوا بقى الحواوشي اللي انا عملته. ده حواوشي بالفول الصويا، طبعا بالعيش البلدي. العيش ده انا كنت جايباه من فترة من تريدر جوز. بس حاليا مش يعني ما روحتش تاني اجيب بصراحة، لان ساعة ما روحت قالوا لي في ليميت والكلام ده كله، وانا المشوار بعيد عني. فقلت خلاص يعني مش مشكلة، مش ازمة. بس كنت شايلة الكيس ده عشان اعمل بيه حاجة، يعني ايه، يعني حواوشي فطوري، حواوشي صيامي. ودي جت المناسبة ان احنا نعمله حواوشي صيامي. تعالوا كده ندوق واقول لكم رأيي. ده بالفول الصويا، عشان الناس اللي مش عارفة، احنا في الصيام بندور على حاجات نباتي بدائل وكده. فجبت الفول الصويا. طبعا ما بنكترش منه كتير، لان في ناس كتير قالت ان فوائده وحشة، ملوش فوائد كويسة. بس انا ما قريتش عنه بصراحة. بس احنا بنجيبه كل فترة، مش على طول عايشين عليه، يعني كنوع من انواع التنويع مش اكتر. تعالوا كده ندوق واقول لكم رأيي. خطير. الخلطة اللي انا عاملاها له تحفة. تعالوا كده ناخد حتة من دي. تحفة، بأمانة تحفة. طبعا انا هنزل لكم الطريقه بتاعه الحواوشي الصيامي، وعملت برضو طاجن صيامي بالفول الصويا، برضو هنزله لكم يعني كتنويع عشان الناس اللي بتبقى محتاره تعمل ايه في الصيام. تجربه حلوه قوي قوي. الكيميتشي ده الكوري، اول مره اجربه بصراحه. زي ما قلت لكم ينفع جدا مع الاكلات اللي هي زي كده، كبده مثلا اسكندراني، حواوشي زي كده. بس يعني للناس اللي ما بتحبش الشطه خالص بلاش منه، لان هو فيه نسبه شطه، حتى ان هو مكتوب عليه اوريجينال بس فيه نسبه شطه. في كمان السبايسي، انا مش عارفه اما السبايسي جامد ده هيكون طعمه ايه. فده فيه نسبه شطه بس كويسه يعني. بالنسبه لي حلو، طعمه جميل
وفي ناس قالت عليه فوائد حلوه قوي. هشوف الفوائد وانزلها لكم برضه.